السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد متابعين قناة عقار ماروك. واخترت لكم شي حاجة اللي غتعجب لكم بزاف. دائما كنتعطل شوية يومين 3 ايام عاد كنجيب لكم عقارات، ولكن ملي كنجيب شي حاجة راه كنختار لكم من بزاف ديال الفيديوهات حاجة اللي كتكون رخيصة وهمزة. ولكن واحد النقطة اللي مهمة خاصكم تسمعوها، ضروري تفرج فيديو من الأول حتى الأخير. علاش كنقول هذا الشيء؟ حيت معنا مختلف مدن المغرب باش ما يوقع لكمش اغلاط. واولا سمعوا المدينه، المدن كاملين غادي نذكرهم هنايا في الفيديو. الا كان العقار في المدينه اللي بغيتي ومن ثم تواصل مع صاحب العقار باش هكا يكون كل شيء منظم ومريقل. مهم متابعين ديالنا الاعزاز، نبداو بالعقار الاول. مهم واحد النقطه عاود غنبدا فيها. دائما كنبه غادي نقولها في الاول ديال الفيديو، اي واحد قبل ما يشري العقار او اللي غيبيع قبل ما يبيع، يعني بجوج جهات، اللي كيشري ولا اللي كيبيع يتعامل قانونيا في هذا الشيء ديال العقار باش بنادم يتجنب المشاكل. المهم راه معنا مختلف مدن المغرب. نبداو بالعقار الاول. هذه شقه مشمسه مزوينه مفينيه متسعه، شي حاجه اللي ما شاء الله. مهم راه كتشوفوا الصور ديالها، راه تبارك الله الشقه زوينه. كاينه في الطابق الثاني، المساحه ديالها كيتواجد فيها 60 متر. بالنسبه للعماره كاين غير بارتما وشقه واحده، بارتما واحده في كل طاج، يعني شي حاجه اللي زوينه. والمدينه اللي عليها بزاف ديال الطلب. المهم راه معنا الشقق ومعنا منازل، غير تبعوا معنا متابعين ديالنا باش تفهموا كل شيء. ولكن قبل ما نكمل لكم التفاصيل، اللي وصل معنا حتى لدابا وكيسمع المعلومات ما ينساش يضغط على واحد لايك، راه كنتعبوا باش نوصلوا لكم العقارات باش هكا تزيدوا تحفزوني نستمر كل نهار نجيب لكم شي حاجه جديده. بالنسبه ديال الثمن ديال هذه الشقه هذه، فهي راه كيطلبوا فيها 36 مليون. كتواجد في كازابلانكا في النواحي ديال حد السوالم، هذا هو الموقع ديالها. وهالرقم اللي مكلف بهذه الشقه هذه تقدروا تواصلوا معه اللي بغى يشوفها. على بركه الله نفوتوا العقار الثاني كما شفتوا في الصوره والوصف. متابعين ديالنا الاعزاء، احنا دخلنا في عقار كما شفتوا في الصوره والوصف، منزل ديال 12 مليون. واحد المنزل اللي رائع، هذا منزل مستقل وب 12 مليون، فيني بالضو بالماء بكل شيء ديالو، ادخل وسكن مباشره. متابعين ديالنا والناس اللي كتسول على القوانين والمسائل، كما كنقول لكم دائما راه كل واحد شنو عنده في القانون. كاين اللي عنده التحفيظ، كاين اللي عنده ملكيه، كاين اللي عنده عقد بيع، يعني كل واحد شنو كتب له والمنطقه فين كيتواجد شنو عندها في القانون ديال المسائل عندهم تما. المهم الدار زوينه ورخيصه، قريبه للمرافق العموميه، منزل مستقل. هانتوما كتشوفوا الصور، ولكن الصور راه تبارك الله غتاخذوا منها فكره كامله. المساحه ديال المنزل كيتواجد فيه 60 متر. الدار مشمسه، هانتوما كلشي كتشوفوه على عينكم متابعين ديال العزاز. واحد النقطه، الناس اللي كيسولوني على شقق بدون ربا وفي صفر تسبيق، سمحوا لي بزاف، راه ما كنلقاش شي حاجه، يعني كنتاكد دائما كنقول لكم حتى نتاكد على شي حاجه. ما كنبغيش نرمي فيديوهات هكاك وصافي، حنا ما كنشوفوش عند المشاهده فقط، كنشوفوا باش الناس تكون المصداقيه ان شاء الله. والناس اللي تايقين فينا والحمد لله كيستافدوا من هذه القناه هذو، لا من الشقق ولا من منازل، اغلبيه منازل اللي كنجيب منازل مستقله ورخيصه. كنختار لكم من بزاف ديال المنازل كيكونوا رخاصين. غير اعطيونا شويه ديال الوقت ان شاء الله غادي نقلب لكم، ملي نلقى شي حاجه راه غنبارطاجي معكم في القناه. المهم هذا المنزل هذا قلنا 60 متر 12 مليون، كيتواجد في النواحي ديال مراكش، طريق اسمها طريق عبد الله غيات، هذا هو الموقع ديالها. واللي بغى تفاصيل اكثر الرقم هو كيبان لكم في اخر المعلومات. على بركه الله ندوزو العقار الثالث. الناس اللي طلبوا لي منزل سومي فيني بالارض بكل شيء، جبت لكم واحد العقار رائع وبالثمن مناسب، الثمن ديال الهمزه. دائما كنقول همزه حيت كنختار لكم عقارات اللي كيكونوا ارخصين. فمعنا هذا المنزل هذا اللي كيتواجد المساحه الاجماليه كيتواجد فيه 290 متر، يعني مقسومه. كاين الارض غادي تشوفوها في الفيديو، فيها اشجار ديال الزيتون، فيها كل شيء. المساحه ديالها فيها 200 متر. كاين هذا المنزل هذا كيتواجد فيه 90 متر، فيها جوج بيوت كبارين، صالون دوش ومراح وكوزينه، ولكن منزل سومي فيني. ولكن مولاها كما كتشوفوا راه هو ساكن، هو الحوايج ديالو كاين كل شيء هنايا، بيت النعاس، المسائل ديالو مفرشها وكل شيء. راه فيها الضوء، فيها الماء، فيها كل شيء، تقدر تدخل وتسكن. مهم صاحب العقار راه ساكن.
والثمن راه الثمن مناسب. المهم الدار راه زوينه كما قلنا لكم، مساحه كبيره فيها الارض وفيها الجرده، وكاين بزاف الناس من الجاليه كيطلبوا لي بحال هاد المنازل اللي كيكونوا يعني سومي فيني باش هما يقدروا يديروا الصباغه اللي بغاو هما، يديروا المسائل اللي بغاو هما. فاحنا دائما كنحاول نلبي الطلبات ديالكم. الناس اللي كيطلبوا لي شي حوايج في كومونتير كنحاول نبحث عليهم، غير عطيو لي شويه ديال الوقت. واخا ما كنردش على كومونتيرات كاملين ولكن لا كنقراهم كاملين المتابعين ديال العز. غير تلقاني خليت لك قلب في كومونتير عارف بلا قريت كومونتير. متابعين ديال العز حيت ما نقدرش نرد على كلشي، بزاف ديال الكومونتير اللي كيجيو ليا، وما تنساوش حتى دابا شجعوني بشي كومونتير. مهم متابعين ديالنا هذه 18 المليون، دار كبيره كما قلنا لكم، مساكن كاملين. بالنسبه للمكان فهي راه كتواجد في النواحي ديال مراكش، جات بعيده شويه على المهم النواحي ديال محاميد، بعيده شويه على محاميد. واللي بغى تفاصيل اكثر هو الرقم ديال مولاها مباشره تقدروا تواصلوا معه. وحتى لدابا وصلنا للنهايه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.